الهدف ده من ميسي بيوري ليه الأرجنتين عندها واحد من أفضل الأنظمة التكتيكية في كأس العالم. كل حاجة بتبدأ لما ميسي يستلم الكرة في خط الوسط وبسرعة يمررها لزميله عشان يطور الهجمة لقدام. اللاعب بيطلع قدام بهدوء كأنه مستني اللحظة المثالية علشان تنطلق الهجمة. في اللحظة دي كان لاعب وسط الأرجنتين قدامه كذا خيار زي ما انت شايف. كان ممكن يمرر الكرة للاوتارو مارتينيز اللي كان بينادي عليه جوه منطقة الجزاء، لكن بدل كده قرر يغير اللعبة ناحية الجناح الشمال عشان يخلق فرصة أفضل. لاعب الجناح الارجنتيني استلم الكرة وبيرفع راسه فورا وبيشوف المساحه المثاليه، وهنا بقى تبدا اللحظه السحريه. المهاجم الارجنتيني عارف ان ميسي جاي وراه على طول، وبسبب وعيه بقدره ميسي على التسديد ورؤيته للملعب بيعمل حركه خداع فظيعه وبيسيب الكرة تعدي من بين رجليه كده. فجاه ميسي بيلاقي نفسه قدام المرمى بقى. في الوضع ده يعني كتير من اللاعبين كانوا ممكن يختاروا ان هم يسيطروا على الكرة الاول، يعني خصوصا ان في مدافعين قدامه، كمان الحارس كان قافل القايم القريب زي ما انت شايف. لكن مش ميسي طبعا، من غير اي تردد بيسدد كوره ناحيه القايم القريب في المكان اللي الحارس اصلا كان فاكره متغطي تماما. الحارس حتى ملحقش يشوفها وهي داخله الشبكه.